هو ده الصح بتاع الحب، اللي ده هو إلى 2 حدٍ يشوفوا ما، بعض فهو يمشي في الطريق الصح ويروح اللي هو بس دلوقتي ما بقاش في كده، يعني أنا دخل أختي البيت الأصغر من مش فاهمة بابه، الحاجات دي، لا، لا، لأ، يعني بنسميها بالنسبة لها ده حقيقي. دخل البيت البيت من من بابه، بابه، ده هو ده حقيقي. الصح. لأ، بس يعني الجيل الأصغر شوية إمم. دلوقتي، يعني أنا مثلًا أختي في جامعة، لأ، عندها القصة دي، أنتم صالونات بحت، أنتم إزاي ما أنتم كده اتكلمتوش، ما كمان. عرفتوش بقى يعني هي كان بالنسبة لها إنه مثلًا مش في الخطوبة اتعرّف، يعني لأ، هي بالنسبة لها في فترة نتعرّف وبعد كده ييجي يقابل بابا تبقى خطوبة، لكن أنا مش كل شوية هاقعد أتخطب، ما افرضي ما طلعش كويس يعني، فعشان أنا اتخطبت، يعني هو بالنسبة لهم دلوقتي الخطوبة دي حاجة كبيرة أوي، زي مثلًا على أيام زمان مثلًا لو واحدة اتجوزت مثلًا، كان بالنسبة لنا مثلًا فكرة طلاق مش موجودة، فهي إمم. نفس الفكرة. هم دلوقتي بيتعاملوا مع الخطوبة إنه دي حاجة كبيرة جدًا، إن أنا هانزّل بقى post إن أنا مخطوبة وبتاع، فلازم نبقى ممكن حرفيًا يبقوا عارفين بعض بقى لهم 3، 4 سنين، طب ما نبقى وبعدين ما إحنا هنبقى بنتعرّف على بعض بس أهالينا كمان ما هي شايفين دي معانا. الفكرة، لأ دلوقتي بقى بيعملوها بطريقة أجدد شوية، آه. إنه أصلًا بيقولوا للأهل وبرضه مش هنتخطب، أوكي. بس الأهل close مثلًا أو مثلًا العيلة يعرفوا أوي، بعض، مامتي لكن عارفة تعتبر وبتاع، خطوبة بس من غير بس ما دِبَل. فيش بقى أي حد عارف خالص، بنتعامل مع بعض عادي، لحد ما نشوف في بقى بابا عرف، وفي بقى دبلة، وفي بقى engagement post نزل وstories وحاجات كده.